اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم حنوناتي، واش راكم؟ ان شاء الله وانتم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. صحة فطوركم ولا صحة سحوركم الوقت اللي راكم تفرجوا فيه في الفيديو. واش راكم؟ كيف راكم مع رمضان؟ كيف راكم تجوزوا في اياماتكم مع الاختبارات مع وليداتكم؟ ربي ينجح الجميع ان شاء الله يا ربي. ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. والفتوا كيف راكم مع التعب؟ ربي يقدرنا ويقدركم ان شاء الله ويجعلها لنا في ميزان الحسنات. ربي اجرنا ان شاء الله. نبدا روتينا ولا اليوم تاعنا ان شاء الله لخامس يوم من رمضان. اليوم انا صايمه 6 ايام ماني عارفه، بصح راكم عارفين اني دايره الروطار يا اختي بنهار وعندي معليش 5 ايام البنات ديجا رانا صايمين اليوم 6 ايام. طار غدوة سمانة دوك يقولوا 15 يوم ليلة 27 صايم القاطة تاع العيد. يا اختي يطير ربي يقدرنا، ربي ان شاء الله الى حيانا ربي بيان سور، ونقولوا ان شاء الله الى طوالت العمر. هادو هما كيما راكم تشوفوا. سبقت بالحوايج، نحيت الحوايج اللي كانوا منشورين، بلاصيت الحوايج عاودت نشرتهم. جيت هنا نلبس الجبيبه تاعي تاع نهار اليوم، ما غير شويه مكرفصه والله ما حددتها البنات نكذب عليكم. لبستها قد كي نلبسها تنطلق في لحمي. نكره الحديد ديجا نهار اللي حددت السرابه راني مليحه. هاي ليك شوفوا دوك تنطلق ولات لاباس بيها. شوف هاد لاكولور بزاف شابه البوادغوس هادي، وجاتني على وجهي ما شاء الله. يا اختي اللي شافني قال لي جات على وجهك. شكون اللي شافني؟ راجلي ودارنا هذا ما كان. مشط شعري ودرت له مساسك يا اختي. كل نهار ندير انا نروحو ان شاء الله للروتين نبداوه من لافيسيل. يا اختي اول حاجه نقول لكم كامل ربي يحفظكم وربي اجركم على الكلام الطيب اللي قلتوه لي في لي كومونتير. ما تتصوروش ولا غير نقرا والفرحه ان شاء الله جميع وحده فرحتني في لي كومونتير ربي يفرحها اضعاف مضاعف. قولوا امين البنات. والله العظيم غير نفرح بزاف. هنا راني نوري لكم في الماعن اللي غسلتهم في الليل يصبحوا ناشفين. شوفوا نديرها ونخليها ونروح نكسل من يدك نرقد ونخليها تخدم، وبيان سور تحبس وحدها وتطفى. شوفوا حنوري لكم واش غسلت لي مليح وشنو لا. شوفوا القدره والله ردتها. الحاجه اللي عجبتني فيها هي لابغيونس، تخرج لكم الماعن يبري وما شاء الله كيما كنت تشوفوا. وريد لكم طبسي واحد ما عرفتش اسكو ما كانش مسقم ولا اللي شويه بجهه اللي ما خرج كيما وريته لكم. ودوك راني نوري لكم. شوفوا الطباسه كامل كلش راهو يبري. شوفوا الكيسان اللي كوب هادوك كلش الكوباس هادوما. شوفوا البنات اللمعه ما شاء الله يخرجوا ناشفين ملمعين. خاطر قلت لكم كي نفرغ لافيسيل نوريها لكم. قالوا لي مبروك العروسه جديده سميتوها عروسه ياك. شوفوا الحاجه الوحيده هي هذاك البلاستيك اللي يجي في الموس ولا اليد تاع الكسرونه يخرجوا لك شغل شهب. قولوا لي لا البنات. انا شوفوا كيما نشرت كامل وفرغت هذيك لافيسيل كامل في لافيسيل كامل. شوفوا هذاك الطبسي بجيها شويه والطاجين كان محروق تنحى لي كامل. قعد ابان كملت نحيته بالخف ساهل. هذا النهار هذا كيما راكم تشوفوا هذوك الصوالحي اللي نحيتهم من البلاصه تاع لافيسيل كانوا عندي زوج تاع لي تيغوا ومن التحت كنت حاطه فيهم الطناجر والمقالي وهذوك لي ريسيبيون تاع الزجاج. ما نقول لكمش الحاجه الوحيده اللي غبنتني هما لي تيغوار اللي ما عنديش كاع لي تيغوار. عندي هذيك تاع القجر تاع البلاستيك هي اللي فرغت لها وحده دوك نوريكم في الاخر. قولوا لي البنات حبيت نسقسيكم لي بلونت كيفاه تعتنيو بيهم كل واحد كيفاه يقول. المهم انا عارفه بلي ما نسقوهمش بزاف بصح اليامات اللي فاتوا نحيت لها بزاف الورق ماتولي. قولوا لي ربي يعيشكم. المهم هي راهي تنبت لي دارت لي وحده جديده وحبيت باش نحتفظ بها خاطر يعجبوني بزاف لي بلانت. هادو الكيسان نحبهم بزاف تاع ايكيا. وزدت شوفوا خملت هادوك اللي كانوا من تحت وزدت هادو زوج كراط اللي كنطلعهم لراجلي باش جبت منهم هذوك القدوره تاع الطينو كامل. وهنا يا اختي راني نكتشف شتو هذاك اللي تنسى تخبي معها راهم قريب حامي يا اختي وما مخبيين في هذيك الكاميروتي. ودوك راني نجبتيهم شويه بشويه ما بقاليش بزاف بقاولي شويه ان شاء الله ونكمل. قولوا برك ان شاء الله يكفيوني الصوالح. هذا ما كان نروحوا بيان سيغ. شوفوا ما نكذبش عليكم ما جيت بديت نطيب كانت واقيله كاش 4 ولا 4:30 والله ماني شافيه واقيله 4 على ملي نوض الصباح وانا في هذاك البلاكار. المشكله ماشي غير نفدو حطنو خاصك تدبري منه من باش ديري بلاصه باش يقعد لك ليسباس وتزيدي تكملي. فهمتوني البنات؟
وطربشت هذوك الصوالح تاع لي تيغواغ المغارف، صبت لهم بلايصهم. مازالوا هذوك السرابت وهذاك الالومنيوم وهذاك البابيل دي لورنو كامل، هذوك اللي مازال اللي عندها فكره تعطيني كاش فكره باش نخبي فيها حتى يفرج ربي ان شاء الله. ونكمل لافيسال، نكمل الخلاص تاعها، نجيب هذاك المبل اللي قلت لكم راني شايفه، بصح مازال ما اكدتش على واحد للالكتروميناجي. هذوك يجي فيهم تيغواغ، يجي فيهم تيغواغ، وكان يجوا فيهم زوج هذوك باش او موان نستغل تيغواغ. القجر مهمين في الكوزينه اوبليجي، ولازم او موان زوج كيما اللي كانوا عندي انا ينحوا لك الغبينه. هنا بالنسبه للميني تاعنا تاع نهار اليوم واش حنديروا؟ الشريبه عندي، شوفوا سبحان الله، شريبه فريك دارت لي شدت لي 3 ايام، وهذه شريبه فيرميسال سبحان الله. هذا النهار الزاوج واليوم الثالث اللي هو اليوم، وكملت لي صافي درت 3 ايام في 3 ايام. ودوك منا الغدوه ان شاء الله نشوفوا واش نديروا. بالك نديروا اون سوب ولا على حساب ولادي، خاطر ولادي ما ياكلوش الشرابي بالسيف، نحتم عليهم باش ياكلوا 2 ولا 3 مغارف يحبوا لي سوب. كيما اياد يقبض الشربه ويبدا يشربها يحب حاجه اللي يحسيها، ما يحبش حاجه اللي تجيني في فمه كامل. المهم قلت لكم الشريبه عندي. بالنسبه للطبق الرئيسي حندير الدجاج محمر كيما راكم تشوفوا. بالنسبه للتتبيله شوفوا واش نديروا. درت شويه تاع لاموطارد، شويه تاع كيتشوب، شويه تاني تاع صويا صوص ولا صلصه الصويا، صوجا ولا كل واحد واش يقولها. حندير تاني ياغورت ناتور، اللي تحب دير اللبن، ولا اللي تحب ما عندهاش دير لا كريم فريش، هذو كامل يواتيو. بالنسبه لي زيبيس نديرو ملح، فلفل اسود، نديرو سكنجبير، شويه تاع الكركم، شويه تاع كوري، خليط الدجاج ولا توابل الدجاج، قزبر يابس مرحي، وثوم بودره، وشويه تاع بابريكا، وحصره تاع قارص. هذه هي البنات واش نسحقوا. بالنسبه ندير 2 ولا 3 سنينات تاع ثوم، نديرهم هكا في داخل الدجاج، وندير معاهم الزعتره والرند. هذا ما كان ندير لها لا ماريناد، سبقت بها هي الاولى باش درت لها لا ماريناد ونخليها تتشرب لي مليح، بيد ما ندير لي طون اللي ندير فيه كلش. انا كنت درتها قلت لكم جويه الربعه ولا، وما جيت دخلتها للفوق دخلتها 5:30 هكاك، جويه 5:30. المهم خليت هذيك الساعه ونص قريب 2 سوايع على برا هكا باش تشرب. ولا قدرتوا ديروها بكري على هكا ديروها من الافضل. المهم نخلط كامل التتبيله، ندهن كامل الدجاجه، نبدا لداخل ما بين الجلده واللحم ونزيد لداخل، ندير لها هذيك الزعتره والرند، تقدروا تزيدوا لها حتى شويه تاع بصل، انا درت لها الثوم، ونسي نغلقها بهذاك الخيط، نحطها دو كوتي ونروحوا لحاجه واحده اخرى. نسيت لكم حاجه برك البنات، اللي هو شويه زيت وشويه تاع زبده هكا باش ديروهم مع الدجاجه. هنايا حاجه واحده اخرى اللي نروح نديروها، حندير اليوم حاجه للسحور اللي ما عنديش، خلاص اللي تاخذوا كامل، وحبيت ندير حاجه. في الحقيقه كانت عندي كوموند من قبل رمضان، ومولاتها قالت لي ما تقلقي ما تغبني روحك، الوقت اللي فرغتي ديريها لي. واليوم قلت راني حندير ندوبلي الكونتيتي باش نخدم لها ليها، وندير حتى ليا شويه بريوش فارسي ولا بغيوش فوغي اللي كنت شاركته معكم عدة مرات وما نستغناش على هذه الوصفة. واللي حبتها بالضبط والتفصيل راهي كاينه في هذه القناة، روحوا في الفيديوهات الاوائل، سينو دوك نحطها لكم ان شاء الله في القناة الثانية، باش مام انا كي نولي نحوس عليها يا اختي منين داك ننسى الوصفات تاوعي نصيبها. وصفة سهلة بسيطة وبزاف خفيف وبنين بزاف بزاف بزاف، اللي بلاش شويه بصح اللي يجي فوغي كنقول لكم ما تشبعوش منه. خليكم مع المقادير حنعاود نقولهم لكم، وباش نريجيستيها نخليها باش نحطها لكم في القناه الثانيه. ينتكل في دقيقته، وهكا ديروه وحده ولا فارسي بالشوكولا كيما انا نديرو. انا نديرو كثريتها للسحور باش نقول لكم مع قهوه حليب، انا هذا هو افضل حاجه عندي. انا هنا حندوب لي كونتيتي، حنخلي نص ليا ونص وحده كومونداتني فيه، راهي مكمونديتني مسكينه ما قبل رمضان وما كتبش ربي كنت مشغوله. هذا قلت كي حندير ندير ليها تاني. نعطيكم عبر النورمال خاطر انا هنا راني مدوبليه. تسحقوا نص كاس حليب، نص كاس سكر، ونص كاس تاع الماء، ملعقه تاع خميره تاع الخبز، وتسحقوا تاني. هذا بالنسبه للمرحله الاولى مع زيت تاع القارص ولا تاع التشينا مبشور مع 2 كيسان تاع فرينه. عندنا 2 مراحل، نروحوا من المرحله الاولى ومن بعد كي نروحوا للمرحله الثانيه واش نسحقوا فيها. نسحقوا فيها حبه تاع بيض، ونسحقوا فيها نص كاس تاع زيت،
ورشه تاع ملح، شويه تاع لافاني، ونليموها بالفارينه حتى تليم لنا الخليط. وكم عارفين باللي العجينه تاع البغيوش تجي تلصق شويه في اليدين. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نروحوا للمرحله الاولى، نخلطوها، نخلوها واحد الخمسة حتى 10 دقائق باش تريح، باش نزيدوا المرحله الثانيه. هذا مكان سهله مهله وحتعجبكم بزاف بزاف. اللي مازال ما دارتش هذا البريوش نقول لك راكي مرضيه بزاف. هنا حنوناتي كيما كتشوفوا راني نمسهم لا مدافيين، الحليب، الماء، السكر. البنات انا هنايا راني مدوبليه، هي الوصفه قلت لكم فيها نص نص نص، غير باش تكونوا على بالكم. انا هنا حنخدم هذه الكونتيتي. اللي حبت تدوبلي وتخدم كونتيتي وديرها في الكونجيلاتور تخرج لكم، نقول لكم خرجت لي 25 حبه. هذه هي البنات، انا 15 كانوا عندي كوموند و10 درتهم ليا للدار. هذه هي، والحبات تاعهم يخرجوا كبيبرين، ماشي كيما زعما حبات صغار. الا رحتوا لحبات صغار تخرج لكم واحد 27 حتى 28 حبه. هذه هي. المهم انا نديرهم كبار ضربه واحده ونتهنى. خلط السوائل، درت لهم تاني الخميره كيما شفتوا السكر كامل، وزدت لهم 2 كؤوس تاع فرينه كيما راكم تشوفوا. نخلط بالفوي هكا ونغطيهم ونحطهم واحد 7-10 دقائق قيس ما يرتاح ويضعف لنا شويه هذا الخليط هذا، ونعاودو نوليو باش نزيدو لهم المكونات الاخرى. هنا حنوناتي شوفوا بعد ما ريح، شوفوا كيف يولي الخليط تاعو يتنفخ كيما البغرير. بوين انا خليته غير شويه بيان سور، يولي لكم شغل رغاوي ويتقال. هذا هو الخليط. نعاودو نخلطوه بالفوي ونبداو نضيفوا له المكونات اللي هما لي زيست. انا مضاري ندير تاع القارص كيما دوكا التشينا راهي كاينه، ديروا تاع البرتقال يخرج بزاف شباب في لي بغيوش تاعكم. نضيفوا البيض، الزيت ونخلطوا كما كتشوفوا. ونبداو بالنسبه للفرينه نبداو نضيفوا شويه بشويه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وتتلاصق. بالنسبه للبيض اللي دارت نص عبر ندير حبه، واللي دارت كيما انا عبر حندير 2 كيما راكم تشوفوا. هذه هي راهي واضحه في الفيديو. الرشه تاع الملح بيان سور الوصفات كامل ولا المسكوتشو ولا الحلويات ما تنساو لهمش الرشه تاع الملح. وهذه هي. وبالنسبة للبنات اللي حبت تزيد لافاني هذيك تبقى اختياري. في رمضان طرح سؤال على نفسك لعلكم تتقون. ربي قال لك انا راح ندخلك في تربص باش تستحي على نفسك، باش تتب ونعيب عليك. الحق عليك رمضان وربي ما غفر لك. شوف كنت تدير، واش كنت تدير؟ كيف ما صح لك والو. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واش عندك؟ والو. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واش عندك؟ والو. ومن قام ليله القدر نفس الشيء، والو. وين كنت؟ رغم انف امرئ. ماشي كونك تدرك، كونك تغتنم. صحح الان انت اللي راك تدخن، راك حاب تحبس في رمضان. كاين ناس والله ما حاب يحبس في رمضان، كاين ناس ماهوش يحب، بالعكس في رمضان يزيد يتعطش للدخان. متى يفتتح فطره؟ في المغرب بدخان او بمهلوسات او بجرعه من اشياء محرمه او اي شيء، او بموعد في الليل من المحرمات. ولما لا؟ او فاطر. خلاص ولينا عندنا حيله مع الله تبارك وتعالى، ولينا نتعاملوا مع ربي عباره عن اوامر ونواهي. والله ما هذا رمضان ماشي هلال ونجمه. المهم بالنسبه هنايا للعجينه كما شفتوا كملت خلطتها غير في البيترا وغطيتها وخليتها تخمر، خليتها تتلاصق فريمون البنات. هنا بالنسبه للدجاجه باش نديروا الريسيكلاج للطبسي تاع الزيتون اللي كان عندي مع شامبينيون شللته وعاود درته هنايا، ويا ليتني ما زدتش الزيتون خاطر الجاي. شوفوا كي نكونوا صايمين ناكلوا بعينينا ماغري. شوفوا درت غير شويه وتبقى لك لاصوص. الدجاجه نتكلت بقات غير منها غير شويه. غدوه تشوفوني واش درت بها ان شاء الله الا طول ربي في العمر. هنا شوفوا درت درت لها شويه ماء سخون باش هكا طيب لي بالخف، ودرت لها شويه تاع زبده، ودوك نغطيها بالورق الطهي ونزيد الالومنيوم ونحطوها البنات الطيب. انا نديرها ساعه نورمالمون تكون طيبه، ومن بعد نحي لها هذاك الغلاف تاعها ونخليها تتحمر على خاطرها. هنايا
شوفوا الأذان حيأذن، راني نقلي في خرجنا المقليات نحبهم حتى الدقيقة التالية، ونسيت ما درتش البيتزا، كانت باقيت لي شوية عجينة تاع البارح، قلت ندير بيتزا. ساعة حليتها دقيقة التالية ما استسلمتش، حليتها ودرتها بالخف وبجدتها وبجدت كلش في الوقت. يلا بينا واجدين نروحو نشوفو طاولة لخامس يوم رمضان. وهذه هي كانت طاولتي لليوم الخامس كما راكم تشوفوا، ربي يتقبل منا ومنكم. هذه هي طاولتي المتواضعة اللي حطيت فيها لي كروكيت، الخبزة تاع البيتزا اللي بقات لنا، العجينة تاع البارح باش ما نقعدش ندير فيهم صغار، شوية لا سالاد، شريبة، الدجاج كما شفتوه المحمر هذايا، حطيت له غير هذيك البطاطا الروستيكا هذيك اللي تتباع، وهذه لاصوص تاعو اللي بالزيتون. طاوله ما شاء الله، والدجاجه جات تهبل بالبنه. جربوها بهذه الطريقه البنات، جات روعه. انا مول الفطور مباشره كنت مصليه، صليت المغرب في وقته، نط باش نعطي للمراه ثانيه في الليل قبل ما يروح الحال. كما كتشوفوا هي حبتهم بلا شوكولا، درتهم لها هما الاولين، وهذو يجوا معمرين. شوفوا عمرتهم بشوكولا، وهذه هي النتيجه النهائيه تاعهم. ما حبيتش نزيد لهم شوكولا من الفوق بزاف حلاوه، درت لهم شويه ناباج، قولوا لي ناباج زعما ماشي حلوه. شوفوا الخفيه تاعهم ما كاش كيما هي، والبنه الوغ لا. شوفوا بقاو حتى للسحور تقولوا دوكا درتوهم، وكي تخرجوهم من الكونجيلاتور غير ديكونجليوهم في الميكرووند، ولا خلوهم يذوبوا على خاطرهم. جاو ما شاء الله روعه. شهيدكم بالصحة وحقكم في الجنة. ما تنساوش تجربوهم وترجوا لي بالخبر. نقول لكم تهلاو في ربحتكم إلى فيديو قادم مع طاولة رقم 6 إن شاء الله تعالى. صحة سحوركم وسلام.